ازيكم عاملين ايه؟ راجعلكم فيديو جامد. الفينو البيتي الاقتصادي بدون محسنات وفي الفرن العادي وطريقة تخميره وكل حاجة، الاسرار كلها هقولها لكم في الفيديو. هش وجميل وخفيف جدا، ولو قعد تاني يوم مش هيفرول معاكي وهيتعامل معاكي بكل سهولة. بأمانة من احسن المرات اللي عملت فيها عيش فينو بدون لبن وبدون بيض وبدون محسن ولا زبدة. اقتصادي جدا زي الافران، واحسن واطعم كمان من الافران، وصحي جدا عنهم لان هما بيحطوا محسن طبعا. هنا معايا نص كيلو من دقيق يكون متعدد الاستخدامات، بروتين عالي. يعني يا ريت انا مستخدمه حلو الشام، يعني يا ريت لو تقري من ورا كده البروتين بتاعه قد ايه، لو 13 12 14 حلو قوي قوي للفينو والبيتزا والمعجنات اللي بتحتاج عرق وبتحتاج ايه عجن كتير. حطيت معلقه من الخميره الفوريه، بس ما تكونش مليانه قوي بتاعت اكل. يعني كيس دوت سبت منه زي ربع معلقه كده. تمام. هبتدي بقى ايه، حطيت برضو معلقتين من السكر الكبار، معلقه صغيره ملح. مش هحط بيكنج باودر. ده اللي في اللي هو الدقيق. الميه استخدمت كوبايه ونص، اقل معلقتين من الميه، يعني النص كوبايه اشيل منها معلقتين كبار اكل ميه. تمام. هبتدي احط عليها، كان معايا 4 معالق من الزيت، حطيت عليهم معلقتين واسيب معلقتين على جنب على الميه. وهبتدي كده زي ما انت شفتي كده معايا في الاول، بقيت احط واحده واحده ميه. اهم حاجه في الفينو او في المعجنات دي تحتاج عجن جامد. انا عجنت على ايدي، مرضتش اعجن بالعجان عشان ناس كتير قوي ما عندهاش عجان. شايفين انا بعجن ازاي؟ وبلم كل ما احس ان هي شربت الميه احط معلقه كمان. بصوا بحط معلقه بمعلقه لحد ما اخلص باقي الكميه. هتحس ان هي بقى طريت ونعمت جدا معاكي، وبقت مرنه وعامله زي الاستيك في ايديك كده. انتي بتحفزي البروتين بتاع يعني العرق بتاعها في العجين، عشان هو دوت اللي هيخليها طريه وهيخليها هشه من جوه. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصت كل الميه، هبتدي كده احط معلقتين الزيت، يعني معلقه بمعلقه، وافضل اخبط فيها على الرخامه لحد لما احس ان هي خلاص يعني بقت ملبن في ايد، طريه جدا. وليها عرق زي ما انتم شايفين كده. بصوا كانت في الاول بتقطع معايا، دلوقتي بصوا مفيش حاجه خالص، لان انا خلاص يعني عملت ليها عرق. فعشان اعرف بس الفها وتبقى هشه من جوه. ودي الطريقه، يعني لو هتعمليها على العجان اعمليها مفيهاش اي مشكله. بس برضو ما تحطيش الميه كلها كامله، حطي شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه لحد لما يعني تعجنيها. على العجان ربع ساعه، على ايدك تلت ساعه، يعني اطول فتره ممكنه هي بتبقى. بس ايه ده اللي هيديك النتيجه. بامانه جربيها بالطريقه دي، هتطلع نتيجه مرضيه جدا ليكي. انا كده ما سبتهاش ترتاح، انا ابتديت اشتغل فيها على طول. يا دوبك بس غسلت الرخامه وجبت المفرش بتاعي اللي انا هقطع عليه وافرد عليه، وابتديت اكور. يعني 5 دقايق بالكتير اللي سبتها فيهم بس. وابتديت بقى كده، انا مش هسيبها تتخمر، هسيبها تتخمر بعد ما اشكل العجينه. زي ما انتم شايفين كده عملتها قد البيضه الصغيره، يعني قد بيضه كده، يعني ما تصغريش عن كده لو انت عايزاه في الحجم المتوسط. لو انت عايزاه اصغر صغري، يعني ده على حسب بقى. يعني بصي الرغيف بيبقى في حدود 60 جرام كده، 70 جرام، 75 جرام، في الحجم ده كده. هبتدي كده اسويهم واحاول اخليهم كلهم بنفس الحجم عشان كلهم ياخدوا نفس التسوية. هغطيهم وهشتغل فيهم على طول، مش انا بس هغطيهم عشان ايه ما تعملش قشرة خارجية ولا الكلام دوت، من لو في هوا ولا اي حاجة. وهبتدي اعمل فيها على طول، مش هسيبه يرتاح. زي ما انتم شايفين كده انا بفرد وبخلي الطرف اللي انا هقفل عليه اللي هو اللي تحت ده يبقى رفيع وعريض،
ليه؟ لان من فوق يبقى لونها اول تانية بخليها ايه صغيرة يعني مش عريضة. من تحت بنزل بعرض. ليه؟ عشان خاطر العجينة كلها تخش على ما اجي اقفل من تحت تكون العجينة كلها من تحت يعني دخلت في قلب العجينة ما بتبقاش مطرفة معايا. هوريكم معايا 2 كمان زي ما انتم شايفين كده. انا هعملها بسمسم، اما بحطش اي حاجة من على الوش، انا بجيب بس السمسم بتاعي وبحط العيش فيه الرغيف فيه وبيلزق فيه ما بيسيبش خالص زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا هبتدي بقى اسويه وهوريكم الصاج في الاخر عامل ازاي. اول واحده لاحظوا اول واحده دي انا حطيتها على ما اخلص بقيه الكميه تكون خمرت، بدات تخمر يعني بدات العجينه تشتغل فيها. زي ما انتم شايفين كده بصوا انا بحاول اعرضها من تحت ومن الحته اللي انا هلم منها اول تانية بخليها يعني مش عريضه قوي، ومن تحت بقى رقها يعني بتبقى رقيقه شويه، وبجيب الاطراف من جوه بقفلها ادخلها جوه عشان تقفل معايا. زي ما انتم شايفين كده هي بصوا العجينه حلوه وطريه طراوه، من افضل الطرق للعجين بامانه. وعايزه تجربي الكايزر عايزين اعمله معاكم بقى، عايزين نعمل الكايزر ليكوا برضو قولوا لي في كومنت. هو بتبقى نفس العجينه بس التشكيل بيبقى مختلف، والتسويه بتاعته سهله جدا 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 وهيطلع معاكي بلون حلو برضو. انا اللي غمق معايا ان انا حد خبط عليا فسبت الفرن ومشيت دقيقة بس، فعشان كده على ما جيت لقيته خد اللون ده. وهوريكم برضو تظبطوه ازاي. ولو عايزين اي سؤال في الكومنتات قوليلي وانا هرد عليكم. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تبخليش عليا بلايك عشان انا بجيب لك الخلاصة بتاعت كل حاجة انتوا عايزينها هقولولي عليها وانا اجيب لكم الخلاصة بتاعتها وهديكوا الفايدة. ولو هي مش حلوة هقولك لا ما تعمليهاش او اعمليها بالطريقة دي. فياريت ما تبخليش عليا بلايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي. كده انا عملت ده الرغيف التالت معاكم زي ما انتوا شايفين كده. يعني ياريت ما ترفعوش قوي زي ما انا مرفعه كده، انا مرفعه شوية عشان خاطر بالنسبة لي كده انا مرفعه شوية عشان خاطر ابني يعني صغنن يعرف يمسكه في ايديه. بس كده هشكل الصاج، وده كده الصاج بعد ما شكلته هسيبه يخمر ساعة الا ربع. خد معايا تخمير ساعة الا ربع برضو على حسب الوقت بتاعك. هنا هجيب عشان ارش الوش ده بجيب معلقة صغيرة سكر ما تكتريش عن كده ومش مليانة يعني يفضل، وعلى معلقتين كبار من الزيت. انا حطيت 4 معالق مش صغيرة وهقلبهم واحطهم في بخاخة وهرشهم على الصاج زي ما انتوا هتشوفوا كده. بعد ما خمر خد معايا بالظبط ساعة الا ربع. ما تزوديش مدة التخمير عشان كل ما هتزودي كل ما هيعمل ايه هيهبط معاكي في الفرن مش هيعلى. انتي حسيتي ان هو شد حلو كده يعني ورفع سوي على طول. يعني هو بيستوي تدخليه فرن في عز تسويته في عز شبابه للتخمير زي ما بيقولوا. هنا انا كنت مشغله الفرن قبليها مسبقا على اعلى درجه حراره. لو انت عندك تايمر 240 250. لو فرن مفيهوش بنشغل فوق وتحت لحد ما يسخن خالص وبعد كده بطفي فوق وادخل في الرف الاوسط او الرف اللي قبل النص على طول الصاج بتاعي وافضل في ال10 دقايق دولت الف فيه لحد ما احس ان هو خد لون. خلاص اطفي على طول. لسه ما خدش لون بتولعي الشوايه على طول وتقلبي فيه لحد ما تحسي ان هو خد لون طلعيه على طول تغطيه بكيسه وفوطه او تغطيه فوطه بس لو انت حابه. هو هيطرى معاكي هو اصلا طالع طري من الفرن. طبعا احنا ما بنتهنش الصاج بتاعنا زيت. لو حسيت ان هو لزق لا هو مش هيلزق، هو بس مجرد ما يهدى تلاقيه فك من الصاج ومفيهوش اي حاجه ولا ملزقش. دي التسويه المظبوطه بتاعته. طبعا انتي بقى ده احسن من الافران بكتير لان الافران بتحط عليه محسن بتحط عليه يعني زيت بتاع التموين اللي هو الآلية والكلام دوت طبعا مش صحي. انتي بقى حابة تزودي قيمته الغذائية تقدري تضيفي بيض تقدري تضيفي زبدة تقدري تعجنيه بلبن زي ما انتي حابة. انا اديتك الطريقة البسيطة زي الافران اقتصادية جدا وكمان هتفضل هشة معاكي. او عاملة كمية وعايزة تحفظيه بتقدري تحفظيها في الفريزر
وبعد كده بتطلعيها تحطيها في الميكرويف، يدفي معاكي هيرجع كأنك لسه عاملاه. ولو ما عندكيش بتطلعي تسيبيه 10 دقايق على رخامة تلاقيه فك معاكي وبقى جميل خالص. لو عجبتك الوصفة بتاعتي ما تنسنيش في لايك وكومنت جميل، ولو لسه مشتركتيش في القناة اتمنى تنوريني وتشتركي، ولو في اي سؤال قولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. كده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.